خلال الليل استمر الثلج في التساقط من السماء. كان سقف المنزل مغطى جزئيا. سمع صوت. كان في أحد بيتألم، وكان الصوت يطلب المساعدة. كان الطفل يرقد على السرير. لم يستطع النوم، أو ربما استيقظ على ذلك الصوت. سحب الولد نفسه على السرير وجث على ركبتيه. لقد انزعج من الأصوات. نظر الطفل حوله. كان يمكنه سماع أن شخصا ما كان في ألم شديد. من أين كان يأتي؟ سمع الولد شخصا يتحدث عن عدم الرغبة في الموت. هل كان هناك شخص في ورطة؟ دون الخروج من تحت البطانية، ذهب الولد إلى النافذة ونظر إلى الخارج. كان الصوت فاتي من هناك. كان لا يزال يتساقط الثلج. الطفل وهو يرتدي حذاءه ودون حتى أن يرتدي ملابس إضافية كان يسرع لمساعدة. ترك آثار أقدام جديدة في الثلج. توقف الولد الصغير ونظر إلى يديه. كان الجو بارداً، وكان هناك بخار يخرج من فمه. تحولت يد الولد إلى اللون الأحمر من الصقيع. ارتفعت الكرات المتوهجة التي ظهرت في كفه إلى الهواء. نظر الطفل في الاتجاه الذي طارت فيه الكرات المتوهجة. أسرع الولد في خطواته وسار في الاتجاه الذي كانت تطير فيه البالونات. بدا كل شيء غامضاً للغاية. أصوات غامضة وبالونات متوهجة. رأى طفل قطة صغيرة وحيدة على حافة الغابة. بدأت الكرات المتوهجة تدور حول الحيوان. جعل ضوءها الساطع الغابة أكثر إشراقاً. اقترب الطفل الذي كان يخطو على الثلج من القطة. لم تهرب القطة. نظر الطفل والقطة في عيون بعضهما البعض. لم يكن الحيوان خائفاً من الولد. كان هناك أمل وثقة في عيني الحيوان. مواء الحيوان كان مؤلماً. كان من الواضح أنه كان بارداً. ربما كانت القطة هي من تطلب المساعدة. سعلت القطة قليلاً، وظهرت بقعة دم حمراء على الثلج الأبيض. كان واضحة أن الحيوان مريض. مد الطفل يديه وأخذ القطة. تواصلوا على الفور. شعر الحيوان بدفء جسم الإنسان وضغط ضد الولد، وأغلق عينيه. كان الطفل يحب الحيوانات. قال الولد وهو يحتضن القطة إن كل حاجة هيكون على ما يرام الآن. مش يتألم بعد الآن. الآن يمكنه التوقف عن البكاء والنوم بسلام. قد يكون لديه حتى حلم جميل. الولد وهو مستلق على السرير فتح عينيه. كان هناك بقعة من الأوساخ على وجهه. شعر الولد بالبرد وتدحرج إلى جانبه الآخر، مصمماً على عدم الخروج من تحت البطانية. في الوقت نفسه كان هناك شخص يطرق بشدة في الغرفة. استمر الولد في الطرق والنداء على إستيو. كان الأخ الأكبر ثيريوت. ركل الباب بقدمه وسأل بصوت عال: كم من الوقت سيظل ستيتي في السرير؟ نهض إستيو وجلس على السرير، لكنه لم يرغب في الخروج من تحت البطانية. نظر الولد إلى أخيه بعتاب. لم يكن هناك شيء ليقوم به، وكان عليه الاستيقاظ. وضع قدميه العاريتين على الأرض الباردة. نظر إستيو إلى أخيه بنعاس، لكنه لم يقل شيئاً. تساءل ثريوت إذا كان أخوه هيخرج بسرعة. هل نسى أي يوم هو؟ قال إستيو بصوت نائم وغير مبال أنه سيخرج قريباً. مشى إستيو ملفوفاً في بطانية نحو أخيه. حدأ ثريوت فيه بدهشة. ألقى ثريوت البطانية عن كتف إستيو ونظر إليه. لمسكن أخوه متسخاً جداً. أمسك ثريوت بأنفه وأخبر أخوه الأصغر أن يرتدي ملابس نظيفة، وأقسم على أخيه. تساءل إستيو بدهشة لماذا لم يحب رائحة جسده دون أن يترك البطانية من يديه. مر إستيو بجوار النافذة ونظر إلى الخارج. يتكرر نفس الشيء في كل مرة. اليوم هو يوم احتفال بلوغ الرشد في قرية سيلبيا، حيث ولد إستيو ونشأ. يجتمع كل من بلغوا 19 من عمرهم كل عام. مع حلول الأحد الأول يجتمع من بلغوا 19 من عمرهم للاحتفال بمراسم بلوغ سن الرشد، ويعتبر هذا الحدث الأعظم هنا. لذا يجب على كل شاب أن يعيش حياته ليصبح بالغاً جديرا. نزل إستيو إلى الطابق الأول. اقترب إستيو من أهل المنزل الذين كانوا في الأسفل بالفعل. صاحت الفتاة وقالت إنها ظنت إنها رأت شبحاً. إذا خاف إستيو. انحنت فتاة نحو الشاب، شمتت وسألت لماذا كانت رائحته سيئة جداً. كانت تلك الفتاة هي الأخت الكبرى لروجاي. لم يتفاعل إستيو بأي شكل من الأشكال. قالت روجاي وهي تغطي أنفها بيدها إن شعر الولد كان متسخاً ودهنياً. إذا نظر إليه أحد هيفكر إنه متشرد. وافق والدها الذي كان يقف بالقرب منها مع ابنته. احتفال بلوغ الرشد يحدث مرة واحدة فقط في الحياة. لماذا يبدو الولد متسخاً جداً؟ أضاف والده أن إستيو لم يكن يحاول على الإطلاق.
لم يكن حتى يعتقد إنه يمكن أن يكون له طفل كهذا. أضافت روجاي: أنا هيكون من العار الكبير إذا ذهبوا معا. هتكون لويس في الحفلة هذا المساء أيضا. أعلنت الفتاة إنهم هيذهبوا أولا. يجب على ستيو أن يغتسل أولا ثم يأتي. لم يقل الرجل العجوز شيئا وتراجع إلى الوراء. يفكر ستيو في المكان وكيف سيغتسل. يتذكر أنه الشتاء في الخارج. خرج ستيو إلى الفناء واقترب من البئر. كان الشاب عار الصدر. نظر الشاب إلى الأسفل في البئر ورأى انعكاسه في الماء. كان ينبغي عليه حقا أن يستحم. كان ستيو يشعر بالبرد الشديد. كان حافي القدمين ويقف في الثلج. من يحتاج إلى مثل هذه العلاجات المائية؟ بدأ ستيو يشعر بالبرودة وتحولت بشرته إلى اللون الأحمر. كان عليه أن ينهي هذا بسرعة. صب الشاب الماء في داله، لكنه في نفس الوقت سمع قطة موء. نظر ستيو للأعلى وقال بسعادة إنه كان تزيكي. كان هذا هو اسمه للقطة التي توعدها في الغابة. بعد غسل نفسه وأخذ إجراءات المياه، مشى الشاب نحو المكان الذي كانت تجلس فيه القطة. خلعت تزيكي ملابسها. كان ستيو سعيدا جدا لأن القطة هنا تموء. تزيكي مرة أخرى ردا على ذلك سأل ستيو وهو يحمل الثوب في يديه: ما هو؟ أجابت تزيكي إنه كان هدية. كان في يد الشاب قميص جميل جديد مزين. سأل ستيو القطة بدهشة عن ما هو. أجابت تزيكي إنه كان هدية. جلست القطة بفخر أمام الشاب. كانت تزيكي تريد أن تخلي الشاب يشعر بالراحة. طلب ستيو من تزيكي أن يجيب بصدق من وين حصلت عليه. أجابت القطة إنها حصلت عليه. كان الولد لا يزال متفاجئا. قفزت تزيكي إلى الثلج واحتكت بساء الولد. قالت إنها كانت هدية أخرى لستيو. رفعت تزيكي رأسها ونظرت إلى الولد بإحساس من الثقة. كانت هناك علاقة دافئة جدا بينهما. قرر ستيو تجربة هذه الملابس. كانت القطة متحمسة لرؤية الولد في هديتها. كانت عربة جرها الخيول تسير على الطريق. صرخت فتاة كانت في الطريق من الخوف. كانت على وشك أن تصدمها الخيل. قفزت تزيكي على صدر الفتاة ودفعته بعيدا. سقطت الفتاة وهكذا تجنبت أن تصدمها الخيل. مرت العربة بجوارها. اندفعت الفتاة إلى أحضان والدتها. كان كلاهما سعيدين لأن الحادث قد تم تجنبه. قالت الفتاة إنها أرادت أن تشكر القطة بطريقة ما، لكن مش تعطيها. مشيت تزيكي وجلست بجوار نافذة متجر يبيع ملابس جميلة. فهمت الفتاة كل حاجة. أعطت الفتاة المنقذة القطة ما اختارته. وهكذا حصل ستيو على هذه الملابس. قبل الولد الهدية بشكر. قال ستيو: يجب أن تكون تزيكي عنيدة حقا مرة أخرى تطلبها. قام الولد بمداعبة الحيوان الطيب تقديرا. قال إن تزيكي كانت جيدة. كانت قطة لطيفة جدا. ارتدى ستيو الملابس وأحبها كتيرة. فكر الولد أن تزيكي أحيانا كانت تجلب هدايا غريبة. في اليوم الذي كان مريضا أحضرت كيسا من الدواء. وعندما فشلت محاصيلهم وكانوا جائعين أحضرت خبزا. احتفظ الشاب بالقطة في ذراعيه ومداعبتها مرة أخرى. بالطبع لا يمكنها أن تفهم وتعرف الوقت المناسب. إنه فقد غريزها الفطرية. طار إلى ستيو وبدأ يدور حوله. يحيي الولد. يحيي ستيو براية. تظهر الحيوانات والحشرات حول بطلنا. كان ستيو سعيدا جدا ويقول إنه لم يرهم جميعا منذ فترة طويلة. يجلس الولد ويلعب مع الحيوانات. يعرف أسمائهم. اتضح أنه كان صديقا لهم منذ فترة طويلة. لاحظ ستيو أن تزيكي قد جرت إلى مكان ما ونظر خلفها. اقتربت فتاة بهدوء من الشاب. كانت بيلا. تعرف ستيو عليها، ومع ذلك لم تتمكن الفتاة التي تنظر إلى الشاب من تذكر اسمه. مرت بأسماء في ذهنها ولم تناديها أبدا باسمه. خفض الشاب رأسه بحزن. كما كان متوقعا لا يمكنها تذكره. شعر ستيو بالضيق قليلا. سألت بيلا وهي تسمع صوت الشاب: هل هو ستيو بالمصادفة؟ سألت بيلا إذا كان سيذهب إلى الاحتفال اليوم. رد ستيو بأنه سيذهب. ابتسمت بيلا وقالت إنها في طريقها إلى هناك أيضا. انحنت الفتاة نحو شكل ستيو المتكئ وعرضت عليه الذهاب معا إلى الاحتفال. كانت المؤسسة التي تقام فيها هذه الحفلة صاخبة وممتعة. يرفع الناس كؤوسهم ويشربون. تستمر الحفلة والجميع سعداء. كان الرجل قلقا. إذا كان الصبي سيأتي إلى هنا كان يريد أن يستمتع الصبي أيضا. قالت الرفيقة التي تحمل الوعاء في يدها إن هذا الولد كسول جدا. كان ينوي المجيء دون حتى أن يغتسل. في يوم رأس السنة قضت اليوم كله تقنعه بأن يغتسل. أخبرها المحاورون القريبون أن تترك الأمر.
اتفق الشباب في الحي جميعهم وقالوا إنه من الأفضل نسيانه. قال الرجل العجوز وقد تم تواضعه: إنه من المحتمل أن ينتظر هكذا في البرد، من الأفضل أن يشربوا لصحتهم. وقف أحد الشبان وأخبر الزعيم أن ينتظر لأن بيلا لم تأت بعد. اتفق الشبان على أنه لا يستحق البدء بدون بيلا، يجب أن ينتظروا حتى تأتي. انفتحت الأبواب الأمامية وظهرت بيلا وستيو أمام الزوار، ستيو في ملابسه الجديدة. كان الجميع سعداء لأن بيلا وصلت أخيرا. كان الشاب غاضبا من الفتاة، قال إنه لم يكن يرغب حتى في رؤيتها، كان قد اعتقد بالفعل أنها مش تأتي. اعتذرت بيلا وقالت إن أربطها كانت قد انفتحت في الطريق. بدأ الشاب يقلق، إذا كانت الفتاة قد سقطت في الطريق، إذا كانت تتألم. ابتسمت بيلا فقط ردا على ذلك. قالت بيلا إنها بخير. بالإضافة إلى ذلك قابلت ستيو في الطريق. لم يلاحظ الولد إلا بعد ذلك أن ستيو جاء مع الفتاة. قال ستيو مرحبا للويس وأخبره أنه لم يروا بعضهم منذ فترة طويلة. لم يصدق لويس عينيه. هل كان حقا ستيو؟ لم يرى أحدا يرتدي مثل هذا من قبل. وقف ستيو بصمت خافضا نظره. كان هذا الولد غالبا ما يكون عميق التفكير. تفاجأ لويس عندما أمسكت بيلا بيد ستيو وأخبرته أنه يجب عليهم الذهاب أسرع. كان ستيو متفاجئا أيضا. استمرت بيلا في سحب ستيو خلفها وهي تصلح غرتها. فهم ستيو كيف كانت تشعر بيلا. تركت الفتاة واقفة بمفردها. سألت متى ستأتي والدتها. أخبرت الأم ابنتها وهي تغادر أن تنتظر قليلا، سيتناولون العشاء معا لاحقا. أخبر الرجل بالغ فتاة أنه يحب بيلا. ردت بيلا مبتسمة على عمها بأنها تحبه أيضا. وضع الشاب ذراعه حول خصر الفتاة وسأل: هل ستتزوج منه بعد احتفال بلوغ الرشد؟ أجابت بيلا: بالطبع، دينو. أغلقت بيلا عينيها وصاحت بصوت عال أنها سئمت من كل هذا. تركت بيلا وحدها مع ستيو. قالت إنها تشعر بالملل الشديد وتريد شيئا آخر. هل يمكن أن يحبها شخص ما ويحميها مثل الأمير الساحر في حكاية خرافية؟ إنها تريد حبا مثل الرومانسية في كتاب. نظرت بيلا إلى ستيو ولم تفهم لماذا هو هكذا عميق التفكير. هل هو بخير؟ لمست بيلا وجه ستيو بيدها وقفز الولد إلى الجانب. كان يشعر بالخجل. تساءلت بيلا إذا كان ستيو غاضبا منها لأنها لمسته بدون إذن. اعتذرت الفتاة. قال ستيو: ليس على الإطلاق. كان يشعر بالسوء لقراءة أفكار الفتاة. شعرت بيلا بالذنب على الرغم من أن السبب كان شيئا مختلفا تماما. اعتقد ستيو أنه كان من الأفضل لو لم يرى ذلك. في الحفلة استمرت المتعة. رفع الناس نخبا لأطفال القرية الذين أصبحوا بالغين. استدار ستيو إلى رفيقته، بدا لها أن الولد كان مضطربا بشأن شيء ما. شكر ستيو بيلا. سألت الفتاة: لماذا؟ لأنها كانت هي من يجب أن تشكره. قالت بيلا إنها تأخرت وكادت أن تتعرض للسخرية، لكن من الرائع أن ستيو رافقها. لويس الذي كان ينظر إلى الشباب فكر: لماذا هذا الشاب مع بيلا؟ من أين حصل على ملابس جديدة فجأة؟ كانت الملابس تبدو باهظة الثمن. سألت الأخت ستيو: هل حقا اشترى تلك الملابس الجميلة؟ تفاجأ ستيو: أليس لديهم المال لملابس مثل دي؟ قالت روجيت: لهذا السبب تساءلت من أين حصل على هذه الملابس. هل هناك أشخاص في حيهم يرتدون ملابس مثل هذه؟ اقتربت لويس من ستيو وسألت: من أين حصل على مثل هذه الملابس؟ لم ترى تصميما كهذا من قبل. رد ستيو بأنه حصل على هذه الملابس كهدية. لم تصدق لويس. من الذي سيقدم له مثل هذه الهدايا باهظة الثمن؟ احتضنت لويس الولد وسألته بطريقة ودية أن يخبرها من الذي قدم له الهدية. رد ستيو إنها كانت هدية من صديق. تساءلت لويس: من أي صديق؟ هل كان هناك حقا رجل ثري بين أصدقائه الذي يمكنه تحمل إعطاء مثل هذه الهدايا؟ نظر الأكبر ورفيقه إلى ستيو بعناية أيضا. أثارت الملابس على ستيو تساؤلات وأثارت عدم الثقة. كان والد ستيو وأخته يقفان ليس بعيدا. كانوا جميعا فضوليين لمعرفة الحقيقة. إذا كان ستيو يخدعهم، قيل للشاب أنه يجب أن يخبر الحقيقة كاملة. لقد سرقها، أليس كذلك؟ رأى ستيو نظرات جميع الجوانب موجهة نحوه. هل كان هؤلاء الناس جميعا لا يثقون به ويشتبهون في سرقته؟ تذكر ستيو كيف تم التعامل معه بالفعل بعدم الثقة. لقد تم ضربه ذات مرة. كانت مجموعة من الناس الغاضبين تصرخ في وجه الولد. جعل ذلك شعره يقف. كان بإمكاني سماع الصرخات في أذني لفترة طويلة.
لم يرغب ستيو في أن يحدث هذا مرة أخرى، ثم استلقى على الأرض مضروبا وملطخا بالدم. طلب ستيو الحماية، طلب لا يتم تدميره. قال رجل لطفل مصاب إنه من الأفضل له أن يبقى في العلية. ليش كان الناس يعاملونه بهذه الطريقة؟ استمرت لويس في طرح الأسئلة. قال إنه كان من المستحيل النظر إليه. مؤخرا كان يريد معرفة الحقيقة. هل ذهب الشاب إلى المدينة وسرق تلك الملابس ليبدو جميلا في الحفلة؟ كان الناس من حوله يميلون أيضا إلى الاعتقاد بذلك. خلاف ذلك، من أين حصل على مثل هذه الملابس الجميلة؟ اعتقد ستيو بحزن أنه كان رجلا غير محظوظ. لماذا كانوا يظنون به هذا السوء؟ بعد كل حاجة لم يسرق أي شيء. بعد كل الأحاديث في الحفلة، كانت بيلا الآن تنظر إلى الشاب بعتاب أيضا. قام أحد الأولاد برمي طماطم نحو ستيو وهو جالس على الطاولة. شعر ستيو بها وانحنى. طارت الطماطم، أصابت الطماطم المصباح المعلق فوق الطاولة وتحطمت إلى قطع صغيرة. ما تبقى من الطماطم سقط على رأس ستيو وجعله متسخا. تحولت شعر ستيو ووجهه وملابسه إلى اللون الأحمر. ضحك الجميع عليه ولقبوه بالشاذ. نظر ستيو إلى والده يأمل أن يحصل على الدعم والتفاهم منه، لكن الأب ابتعد عن ابنه. نظر ستيو إلى والدته. فعلت المرأة الشيء نفسه. ابتعدت عن ابنها. كما أغلق الأخ الباب في وجه ستيو. شعر الجميع بالخجل من الشاب. اعتقد ستيو أنه كان يتوقع ذلك. كان الناس غالبا ما يعاملونه بهذه الطريقة. قرر ستيو أنه لا مكان له هنا. غادر الشاب الحدث بحزن. خلع ملابسه الباهظة وارتدى قميصا مألوفا. كان وحده حزينا. كانت دي حالة ترافقه كتيرة. بكى الولد. شعر بالسوء لأنه لم يحبه أحد، وأن الجميع عملوا معه بهذه الطريقة. اعتقد أنه لا يستحق ذلك. لم يرغب ستيو في إيذاء أي شخص. اتخذ الشاب قرارا بالمغادرة. حزم أغراضه. أخذ السكين والملابس التي أعطيت له. بعد حزم كل أغراضه في حقيبة، قرر ستيو الذهاب إلى أي مكان يريد الذهاب إليه. خرج الولد إلى الشارع. التفت بطلنا ونظر إلى منزله وداعا. أعتقد ستيو أنه كان يريد فقط أن يعيش، أنه يفتقد السعادة الإنسانية البسيطة. توقف الشاب عند مفترق طرق. الآن كان عليه اتخاذ قرار. يجب على ستيو أن يختار أي طريق سيسلكه بعد ذلك، يسار أو يمين. سيحدد هذا الاختيار بقية حياته. مرت عربة بجانبه. توقفت بجواره. رفع ستيو رأسه ونظر للأعلى. سأل سائق العربة لماذا كان يسافر وحده في هذا البرد وعلى الأقدام. كان بالتأكيد أكثر دفئا في العربة، ولم يكن الرياح سيئا. وقف ستيو وحده في الثلج. كان ملك العربة لطيفا وعرض على الشاب أن يأخذه. لم يقل ستيو لا، شكر واعتذر عن أي إزعاج قد يتسبب فيه. استمر ستيو في الركوب في العربة. كان بالتأكيد أكثر دفئا هنا. دفأ الشاب قليلا. سمع الولد بعض الحفيف من فوقه ونظر للأعلى. من خلال ثقب في الخيمة رأى قطة مألوفة. قالت مرحبا، ومواء ردا على ذلك. كان ستيو سعيدا لأن تسوكي كانت مسافرة معه. على الأقل كان هناك شخص لم ينسى وكان بإمكانه الاعتناء به. في الليلة التي تيلت يوم احتفال البلوغ، غادر ستيو قريته. في الصباح لحقت بهذه العربة عربة حقيقية تجرها الخيول. خرج فارس من العربة ونظر إلى العربة ورأى ستيو هناك. سأل كيف يمكن للشاب أن ينام في هذا البرد. نظر ستيو إلى الفارس وتساءل عما كان مدهشا في ذلك. أجاب الفارس أن هذا الشاب كان لطيفا حقا وبدويا بجانبه. اعتقد ستيو أنه رأى فارسا يحرس هذه العربة أمامه. قال الفارس إن الشاب يجب أن يكون خجولا جدا، ولهذا السبب هو هادئ جدا. أراد الفارس أن يقول هذا الطفل شيئا على الأقل. لقد أخذوه ولم يشعر أن هذا الطفل سيكون مملا إلى حد ما. قال الشاب إنه ليس صامتا واسمه ستيو، هو ممتن على الرحلة. ابتسم الفارس ردا وقال إن اسمه رينا أو رينا كوندر، وأضاف أنه اعتقد أن الاسم مضحك. سأل ستيو متفاجئا ما هو المضحك في ذلك؟ الاسم مجرد اسمي. قال رينا إنه أحب ذلك الشاب. يجب أن يكون من المثير أن يكون على الطريق معه. سأل رينا رفيقه لماذا كان ذاهبا إلى المدينة؟ هل كان ذلك للعمل؟ لاحظ رينا أن هذا الشاب لم يكن يأمل حتى في تحقيق قفزة كبيرة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك هو بدوي. هناك طرق أخرى لتحقيق النجاح في الحياة. الشيء الرئيسي هو أن تعطي نفسك بالكامل لشيء ما. لما كان ستيو بيضطي حتى التفكير في مثل هذا الأمر. بعد كل حاجة مش عنده مواهب ولا هدف. حتى مع القوة التي يمتلكها
لا يمكنه حماية الآخرين مثل هذا الفارس، لا يستطيع حتى الاعتناء بنفسه. سأل رينا إستيو عما يجيده. من مظهره لم يعتقد أن الشاب يمكنه التعامل مع العمل الشاق. قال إستيو إنه يعرف كيف يتعامل مع الحيوانات. سأل رينا إذا كان يعني أن إستيو هيحاول الحصول على وظيفة في السيرك، ونصحه بعدم القيام بذلك. من المحتمل إنه لن تكون لديه القوة لذلك. لم يجادل إستيو، قال إنه يستطيع، فهم تفكر فيه الحيوانات. ضحك رينا. ماذا يتحدث هذا الشاب؟ هل يمكنه حقا قراءة العقول؟ هل يمكن لإستيو قراءة عقله الآن؟ استمر رينا في الضحك. أعتقد إستيو إنه ما فيه وجد أحد في المدينة يمتلك مواهب استثنائية مثله، نظام قوى غير منتظم مثل حالة بام غير المنتظمة في برج الإله. لديه القدرة على قراءة أفكار وذكريات الآخرين بإرادته. رأى إستيو وسمع الذكريات حتى لو لم يرغب في ذلك. كان لدى الشاب قوة لا ينبغي أن يمتلكها شخص عادي. فجأة اهتزت العربة وتوقفت. فقد إستيو توازنه وكاد يسقط. أمسك الفارس برأسه بدهشة وسقط على ظهره. ماذا حدث في الخارج؟ خرج للاستطلاع. نظر إستيو من العربة وسأل رين ماذا حدث حقا. أجاب الفارس إنه كانت هناك مشكلة مع الخيول التي تجر العربة. لقد نهضوا ولم يتحركوا من أماكنهم. لا يبدو أنهم جائعون، لأنهم لا يأكلون شيئا. ربما كانوا متعبين فقط. مرت 3 ساعات، كانت العربة واقفة في نفس المكان تجول الركاب. مر الوقت والخيول لا تزال ثابتة. شعر إستيو بالجوع وأخذ لفافة. بعد كل شيء كانت الساعة 3. كانت المسألة في ذهن الجميع، كيف سيصلون إلى هناك دون خيول في هذا البرد؟ ماذا عن تدمير تلك الخيول وقيادة عربة أخرى؟ كانت رينا متضايقة للغاية من الوضع ولم تعرف ماذا تفعل. قال الفارس إنه أراد أن يعرف ما تفكر فيه هذه الخيول. اعتقد رينا أنه يبدو أنه يعرف كيف يحل هذه المشكلة. يجب أن يكون صديق جديد قادرا على مساعدته. تفاجأ إستيو أثناء تناول الطعام. عندما اقترب منه الفارس، ساعد رينا إستيو على النزول من العربة وأخبره أن يذهب معه. تساءل الولد إلى أين يذهب؟ قال رينا إنه إذا كان إستيو يستطيع حقا قراءة العقول فليحاول معرفة ما يدور في ذهن الخيول. رد إستيو إنه إذا كانت هذه الخيول لا تفكر فلن يستطيع سماعها. تساءل رينا إذن الشاب لا يقرأ العقول، إنه فقط يسمعها؟ كان حقا مدهشا. دفع رينا إستيو وأخبره أن يذهب إلى الخيول على أي حال. سيحاول سماع الأفكار ثم يعود. ظل السائق غير راض وحاول تحريك الخيول بضربها. هدد السائق حتى الخيول بالدمار الوشيك. اقترب إستيو من السائق وأخبره أن ينتظر قليلا. طلب الإذن للنظر إلى الخيول مرة واحدة على الأقل. سار إستيو حول العربة واقترب من الخيول في المقدمة. كان يرغب حقا في الاستماع إليهم. عانق إستيو أحد الخيول واستند إلى فمه. سأل الولد الحصان عما كان خاطئا. قال الحصان إنه كان خائفا. هناك خطر أمامهم. تساءل إستيو لماذا يعتقد الحصان ذلك؟ وما هو الخطر الذي نتحدث عنه؟ قال الحصان إن هناك وحشا ضخما بمخالب حادة وأنياب أمامهم، وكان سيفنيهم. أضاف الحصان إن هذا الوحش سيفني أي شخص مهتم بهم. تخيل إستيو، هذا الوحش الضخم الذي يخاف الحصان كان وحشا مروعا. عندما عاد إستيو تساءل رينا عما سمعه الولد. هل قرأ ما كانت تقوله الخيول؟ أشار إستيو إلى الأمام وقال إنه كان هناك خطر إذا سافر المرء في ذلك الطريق. وفقا للخيول كان هناك وحش ضخم بعينين حمراوين ومخالب طويلة وفرو أبيض يغطي جسمه بالكامل، ويبدو أنه كان شريرا بشكل لا يصدق. أضاف إستيو إذا تعرضوا للهجوم قد يتكبدون خسائر فادحة. استمع الفارس الشجاع بانتباه إلى رفيقه. أضاف إستيو إنه لهذا السبب توقفت الخيول لتحذيرهم. نزل جميع الركاب من العربات وتفكروا في كيفية المضي قدما. تأمل رينا في المعلومات التي تلقاها. كان الوحش مغطى بالكامل بفرو أبيض ومخالب طويلة. كان الرجل الذي سمع هذه المعلومات خائفا جدا. هل كان هناك وحش فظيع ومروع أمامهم؟ ماذا يجب أن يفعلوا الآن؟ كان إستيو يشك في أن الناس يمكن أن يصدقوا كلماته لأنه بدا غير معقول. كان سائق العربة والفارس يتفكران في كيفية المضي قدما. كان إستيو يتجول بعيدا. اقترب رينا من بطلنا ووضع يده على كتفه. قال إنه يعرف عن مخلوق كبير يمكن العثور عليه في الجبل الثلجي. تساءل الفارس عما يجب أن يسمي هذا الحيوان لأنه لم يكن وحشا. نظر إستيو إلى رفيقي بعيون حزينة. قال رينا إنه كان قردا كبيرا
قد يكون هناك قرد ذو شعر أبيض كبير على الجبل الثلجي. تردد الرجل وقال إن هذه كانت نوعا نادرا جدا، ولكن إذا كان الأمر كذلك فقد يكون هذا الوحش هنا بالفعل. قال أحد ركاب العربة إنه سمع أيضا عن القرد ذو الشعر الأبيض. يمكن أن تعيش مثل هذه البردة هنا. لقد سمع أن جلده كان شائعا بين الأرستقراطيين. في هذه الحالة يجب أن يكون المحاربون والفرسان الآخرين في حالة تأهب مرة أخرى. أمسك رينا سلاحه على الفور. قال سائق العربة إنه كان مخلوقا بعد كل شيء وليس وحشا. هل كان هذا هو السبب في أن الخيول كانت خائفة؟ بعد التشاور قرروا إجراء اختبار. لم تتمكن الخيول حتى من التحرك، لذا لم يكن عندهم خيار آخر. قال رينا إن يجب على إستيو أن ينتظر له لأنه فارس سيذهب مع الآخرين. جهز الشجعان أنفسهم وقالوا إنهم يبدو أنهم مستعدون للمضي قدما للتحقق مما يكمن من وحش أمامهم. قال رينا إنه في هذه المرة ذهب نصف الأشخاص المستأجرين فقط. على الرغم من أن جميعهم لديهم قدرات جيدة، لم يكن أمام ستيو خيار سوى الانتظار. فجأة أخذ رينا يد رفيقي وسأله إذا كان يريد أن يذهب أيضا. بدأ رينا بسحب ستيو معه وأخبره أن ينهض أسرع. تفاجأ ستيو وقال إنه ليس لديه سبب للذهاب إلى هناك. رد رينا بأن ستيو سيذهب احتياطيا. ماذا لو احتاجوا إلى مترجم؟ كان ستيو خائفا على أي حال. وفقا للخيول كان خصمهم أسوأ من قرد ذو شعر أبيض. يجب أن يكون وحشا وحشيا أو شيئا أسوأ. أراد ستيو البقاء على قيد الحياة وقرر حتى العودة إلى القرية. لماذا يجب أن يتورط في مثل هذه المغامرة؟ كان ستيو يتجنب توضيح قدراته لأنه مهما حاول يبدو أن الجميع سيعتقدون أنها قراءة عقول الحيوانات. افترض ستيو أن هذه الليلة كانت تفكر فيه بهذه الطريقة. شعر والديه وإخوته وأخواته بعدم الارتياح تجاه هذه القدرة لديه. في اللحظة التي يكتشفون فيها أنه يمكنه قراءة عقولهم تأخذ الأمور منعطفا غير متوقع. قرر ستيو عدم الانخراط في الآخرين بعد الآن حتى لو كانوا من يثقون به. فجأة صرخ شخص ما أنه يجب التوقف وأشار إلى الأمام. نظر الجميع في ذلك الاتجاه. تفاجأ ستيو ورينا ليجدوا أن هناك بالفعل حاج في الأمام. انتشر المسلحون. أغلق ستيو الصف. وقف رينا بجانبه. أشعل أحد الرجال المسلحين شعلة وأصبحت المنطقة أكثر إشراقا قليلا. انضم إليه الآخرون وتضيء المنطقة. كان من الواضح الآن إلى أين كانوا ذاهبين وماذا قد يكون أمامهم. شعر ستيو بشيء ضخم أمامه معتقدا أن البشر القبيحين يقتربون. كان الوحش ذو العيون المتألقة يعتقد أنه على وشك تدمير كل إنسان. كان المخلوق يشبه حقا وحشا عملاقا. ومع ذلك عندما اقترب الرجال وأضاءوا المخلوق أصبح من الواضح أنه كان قردا كبيرا. كان لديه أنياب ضخمة ونفس المخالب. اقترب رينا وستيو والرجال المسلحون الآخرون من هذا القرد الضخم ذو العيون المتألقة. لم ير ستيو مثل هذه الوحوش من قبل. إذا كنت هتنقل أفكارك إلى شخص ما دون لمسه حتى من هنا يجب أن تكون عندك إرادة قوية مثله. حتى من هنا كان ستيو يمكنه أن يشعر برغبته في التدمير. أعتقد ستيو أن هذا الوحش يريد حقا تدمير البشر. كان القرد ذو الشعر الأبيض لديه شيء واحد في ذهني. كان يريد تدمير هؤلاء المسافرين في الليل. قال ستيو لصديقي الليلي إنهم بحاجة للعودة حالا. إنه خطر هنا. رد رينا بأن هنا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. يجب أن يتعاملوا كما بيعملوا مع القرد. سأل رينا إذا كان هناك وحش آخر بخلاف هذا. رد ستيو أنه لم يكن هناك آخرون، لكن هذا كان خطيرا جدا. لم يكن رينا خائفا وسحب سيفيه الضخمين. تابع ستيو الوضع بتوتر. سألت الفتاة المرافقة للمحاربين الشجعان هل هو حقا ذلك القرد ذو الشعر الأبيض؟ وقف القرد على أرجلها الخلفية وارتفع إلى طوله الكامل وصاح بصوت عال بينما يضرب قبضتيه على صدره. زأر القرد بصوت عال لدرجة أن ستيو حاول أن يبتعد عنه. ومع ذلك لم يكن رينا خائفا وكان مستعدا لمحاربته بشجاعة. أكد رينا للفتاة وقال إنها في الواقع تلك الوحش الأبيض. سألت الفتاة غير خائفة هل يمتلك هذا الوحش فروا أبيض فقط؟ بدأ الناس في رمي شعاع مشتعلة نحو القرد. اختبأ القرد وحاول الدفاع عن نفسه ضد النار. حاول أحد المحاربين مهاجمته من الخلف. استمر الناس في استخدام أسلحتهم برغبة في تدمير هذا القرد. أطلق قناص سهاما عليه. رمى شخص مرمحا عليه. أخذ القناص هدفه وأرسل سهما آخر مباشرة إلى هذا الحيوان البري. حاول القرد الدفاع عن نفسه ورفع كفه،
لم يكن هذا الحيوان يتوقع هجوما ضخما. بدأت الدماء تتدفق من الجروح على الفرو الأبيض للحيوان. كانت السهام تبرز من أماكن مختلفة. كان القرد يتألم. وقف ستيو بعيدا وشاهد ما يحدث. شعر بالأسف على الحيوان، لكن لم يكن هناك شيء يمكنه فعله. نهض القرد على أرجلها الخلفية مرة أخرى وصاح بصوت عال، لكن في ألم لا يحتمل. وصل أحد الصيادين واقترب من هذا القرد على مسافة قريبة جدا. استمر القرد في الصراخ بصوت عال. صرخ الصياد ليطلب من القرد أن يتوقف عن صراخه. مددت كف القرد الضخم والمخلب فوق هذا الرجل. في هذه اللحظة كان بلا دفاع. انطلق ستيو على الفور لمساعدة الرجل. ركض بسرعة كبيرة نحو القرد. كان الوقت قصيرا. كان عليه أن يفعل ذلك. وقف ستيو بين هذا الرجل والقرد ومد يده نحو الحيوان. قال الولد: لا بأس. طلب ستيو من الحيوان أن يهدأ. قال إن كل شيء يجب أن يتم تسويته بسلام. توقف القرد عن الصراخ بصوت عال وانحنى. أصبحت تعبيرات وجهه أقل عدوانية. ومع ذلك استغل فارس مسلح هذا الهدوء وركب على ظهر القرد. كان يحمل سيوفا ضخمة في يديه. سوينجرين سيوفه وصرخ لستيو أن يتراجع ويحافظ على مسافة. كان الولد جادا. تدفق الدم بعد ضربات رين. وصرخ القرد بصوت عال مرة أخرى في ألم لا يحتمل. سقط القرد على ركبتيه محميا نفسه بأقدامه الأمامية في خوف، واستمر في الصراخ. قفزت القرد الأبيض الكبير وتوجهت بعيدا وبدأت تجري. كانت لديها جروح بالسيوف على ظهرها. صرخ الصياد ليطلب اللحاق بها. ظل ستيو، القناص والفتاة ثابتين وحدقوا في الأرض. صرخ شخص ما إنه يجب التخلص من هذا القرد. كان ستيو في حيرة. كان مضطربا جدا. شعر بالسوء لأنه فعل ذلك. طلب ستيو من الوحش أن يتوقف، فتوقف هجومه. كان يفهمه بالتأكيد. ومع ذلك اتضح أن الوحش قد دفع حياته ثمنا لهذه الطاعة. اللوم ستيو نفسه. سمع ستيو بكاء قادم من بعيد. كان هناك من ينادي والدته ويقول إنه خائف. تم تكرار ذلك باستمرار. نهض ستيو وقال إنه يجب أن يهب. كان في ولد يسير وحده عبر غابة شتوية. أمامه رأى صخرة فيها كهف. كانت هناك آثار أقدام في الثلج التي تؤود إلى الكهف. اقترب ستيو بحذر من هذا الكهف. لم يكن هناك أصوات تخرج منه. كان هناك صمت. اعتقد الولد أن المحاربين لم يكتشفوا الكهف بعد. حاول ستيو متجنبا الكشف عن نفسه الدخول بهدوء إلى الكهف. غطى الشاب أنفه بيده. كان يمكنه أن يشم رائحة الدم القادمة من الكهف. بينما كان يمشي للأمام رأى قردا أبيض كبير يجلس بظهره نحوه. كانت لديه ندوب سيوف على ظهره. شعر ستيو أنه كان الآن يعيش ذكريات القرد ذو الشعر الأبيض. كان هناك ثلج في الغابة كالمعتاد. كانت عائلة من القرود الكبيرة تمشي عبر الغابة. بينما كانوا يمشون بهذه الطريقة وجد القرود فتاة ملقاة في الثلج. كانت فاقدة الوعي. لابد أنها تجمدت. أخذ القرد الكبير الفتاة على ظهره وقرر إنقاذها. كان يجب تدفئتها على الفور. عندما وجدت الفتاة نفسها في كهف دافئ استيقظت. كانت مندهشة من المكان الذي وجدت نفسها فيه. كان القرد لطيفاً ولم يدرك أن الفتاة يجب أن تكون جائعة. عرض القرد عليها الطعام. كانت قطعة لحم وعصارية. أخذت الفتاة الطعام بسرور. لم يترك الدهشة مكانها. أظهر القرد للفتاة طفله. كانت الفتاة سعيدة وأخذت القرد الصغير في أحضانها. ابتسم الجميع. شعرت الفتاة المنقذة بالراحة والدفء بين القرود الكبيرة ذات الشعر الأبيض. كبر القرد الصغير وزاد حجمه. أخذ القرود الفتاة إلى عائلتهم. قالت الفتاة إن هذا الطفل جميل مثل الثلج. ستطلق عليه اسم نيجو. ومع ذلك ظهرت صيادون أشرار في تلك المناطق. ذهبوا إلى الغابة بحثاً عن فريسة. قالت الفتاة للقرد الصغير أن يختبئ. شعروا بالخوف. دخل الصيادون الشريرون إلى الكهف ورأوا الفتاة التي قالت إنه لا يوجد أحد آخر هنا. نظر نيجو بخوف إلى الصيادين يراقب بحذر من خلف الصخرة. لم يسمح القرد الأبيض الكبير لطفله أن يتعرض للأذى وحماه. قرأ ستيو كل ذلك. الآن عرف ستيو مكان اسم القرد. نيجو، مخلب أرض، ظهر من خلف صخرة. سأل: هل تلك أمي؟ أجاب ستيو أنه ليس والدها. سأل القرد: إذن من هو الذي أمامها؟ الرجل الذي كان واقفا بجانب القرد الضخم قال إن اسمه ستيو. سأل القرد:
هل جاء ستيو أيضا هنا ليهدمها؟ رد ستيو بأنه لا على الإطلاق. سأل القرد: في هذه الحالة باز؟ أجاب الفتى أنه لا يعرف بنفسه، بداله أن يجب أن يجي إلى هنا. لقيت جت عند نداء قلبه. قال القرد بحزن إن الناس دمروا أعمار عائلتها، إنها لا تتوقع شيئا جيدا من الناس. قال ستيو إنه يعرف ذلك. قال القرد إن هؤلاء الناس حتى دمروا والدتها وهي لا تفهم لماذا. رد ستيو بأنه ربما يكون الأمر متعلقا بالمال. سأل القرد: ما هو المال؟ شرح ستيو بأفضل ما يمكنه: إذا كان لدى الناس الكثير من المال يمكنهم الحصول على أي شيء يريدونه. سأل القرد: إذا كان لديها ذلك المال هل ستكون قادرة على رؤية والدتها وعائلتها مرة أخرى؟ رد ستيو بأنه كان ذلك مستحيلا. سأل القرد: فهل يمكنها الانتقام؟ قال الفتى: ربما كان ذلك ممكنا لكنه لم يكن متأكدا. قالت الحيوان بعد تفكير: إنها الآن تفهم ما يمكن أن يفعل بالمال. رفعت القرد الضعيفة رأسها وبكت بصوت عالي. تدفقت الدموع على خديها. نظر ستيو إلى الحيوان في صمت. تعاطف معها لكنه لم يستطع فعل شيء لمساعدتها. مسح القرد الدموع من وجهه بيده. قرأ ستيو أفكارها. كانت غاضبة جدا وكانت تعتقد أنها جاهزة لتدمير الجميع. ومع ذلك عندما ظهر ستيو اعتقدت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق الآن. فكر الفتى أنه كان خطأه، كل ذلك لأنه كان يتحكم في مشاعرها. تساءل القرد: هل يمكن أن يتحكم هذا الرجل حقا في مشاعره؟ هل يمكن أن يمتلك مثل هذه القدرة أيضا؟ رد ستيو بأنه ليس متأكدا تماما، لكن ربما يمكنه فهم المشاعر والتحكم فيها. ثم أمر القرد بعدم الغضب والتوقف عن الهجوم. قالت القرد إنها تحلو الآن بتحسن. إذا كان الانتقام شيئا يمكنها شراؤه بالمال البشري فليس ذلك ما تحتاجه، لأنه في هذه الحالة هيصبح أيضا مثل ما يسمى المال. استدارت القرد وقالت إن هذا هو النهاية. تريد أن ترتاح؟ قال ستيو إن نيجو يمكنها أن ترتاح بسلام، سيتولى الأمن. خرج ستيو من الكهف إلى البرد وألقى نظرة حوله. لم يكن هناك صيادون في الجوار. سمع الفتى بعض الحركات بالقرب منه ونظر حوله. رأى تسوكي ألقت له القطة حقيبة من الملابس. كان ذلك غير متوقع تماما. قالت تسوكي إنها تزعجها حقا. تدلل ستيو كطفل صغير. اقتربت تسوكي ونظرت إلى الشاب بتركيز. كيف وجدته؟ قال ستيو إنه سعيد جدا لأن تسوكي بخير. علقت القطة إن هذا الطفل القرد لن يتمكن من إيذائها، إنها مشت ضعيفة بذلك الشكل. تساءل الفتى إذا كانت تسوكي تريد منه أن يحملها. ردت القطة بلا. استدارت تسوكي ومشت. تساءل ستيو إلى أين كانت ذاهبة. ردت تسوكي إنها ذاهبة إلى العربة. تساءل ستيو ماذا عن نيجو؟ إنه وحيد تماما. توقفت تسوكي واستدارت إلى الفتى وقالت له أن يترك ذلك القرد وحده. قال ستيو إنه مصاب، إذا عثر عليه الرجال الآن فسيدمرونه. قالت تسوكي إن ستيو قد يموت من البرد إذا بقي هنا طوال الليل. ومع ذلك لم يستطع بطلنا ترك القرد وحده. اقترح الفتى على القطة أن تعود إلى الكهف. نظرت تسوكي إلى هذا الفتى وفكرت من أين جاب هذا الذكاء؟ أضافت تسوكي لماذا يعتقد أنه يمكنه التضحية بنفسه؟ قال ستيو إنه لم يفهم ما كانت تسوكي تتحدث عنه الآن. ردت تسوكي ستيو أعتقد أنه سيتم التخلي عنه من الجميع على أي حال، لذلك لا تتوقع شيئا مسبقا. إنه قرار خاطئ. عاد ستيو إلى الكهف المظلم مرة أخرى. مشى الفتى نحو نيجو النائم. كان هادئا حتى لا يوقظ القرد. تذكر ستيو الحقيبة التي أحضرتها القطة وفتحها، كانت مفيدة جدا. أخرج الشاب ثوبا جميلا، هدية من تسوكي. يجب أن يحافظ هذا الشيء على دفئه. جلس ستيو بجانب القرد واستند إلى ظهره. سيكون ذلك أكثر دفئا لكليهما. ومع ذلك كان لا يزال باردا. لم يستطع الفتى أن يشعر بالدفء. شعر ستيو بالأسف أكثر لنيجو. لقد عاش في مكان بارد كهذا طوال هذا الوقت. اقتربت تسوكي من ستيو وقالت إنها اقترحت العودة إلى العربة. كان الجو هناك أكثر دفئا. أضافت تسوكي تنصح بإبقاء ذلك الطفل القرد الغبي. لماذا يرغب ستيو في فعل ذلك؟ ظهرت قطة كبيرة سوداء بجانب ستيو، قوية وغامضة كجنود الظل في من هو سولو ليفلينج. قالت إنه هو الوحيد الملام على ألم الفتى. قطة ذات عيون مختلفة اعتلت بجانب الشاب. كانت تحرس نومه. تحركت القطة الكبيرة السوداء
واحتكت بستيو من الجانب الآخر. كان الفتى بين القرد والقطة كان بذلك أكثر دفئاً. استطاع استيو قراءة أفكار هذه القطة. فتحت الوحش الأسود الصحي وأظهرت أنيابها. المعمل في فوضى، الكتب والأوراق مبعثرة على الأرض. هناك العديد من التحضيرات الكيميائية وأوعية متنوعة بها، سوائل على طاولة العمل. قال العالم في المعطف الأبيض إن العينة H1N5 لم تطيع البشر، كانت شديدة البرية. أمام العالم كانت قطة سوداء كبيرة في قفص. بغض النظر عن التأثير، هي مجرد تجربة عديمة. الفائدة لا يمكن ترويضها. يمكن القول إن دي التجربة فشلت. كان الحكم دمر. زأر الوحش الأسود بصوت عال وفتح فمه المسنن. يرى الشاب بقع دم أمامه. يقول الحيوان إنه في ألم، لا يريد أن يموت ويطلب المساعدة. تحولت الحيوان إلى قطة سوداء بحجم طبيعي. كانت القطة تجري عبر الغابة الشتوية. كانت القطة تعاني من الصعوبة وكانت متجمدة. استلقت في الثلج وماتت. ومع ذلك تم إنقاذ هذا الحيوان. رفع رجل القطة بين ذراعيه ودفأها بجسده. كان ستيو. وجد الفتى الحيوان في الغابة ودفأه. قال إن لون فرائها كان مشابها للون شعره. كان ستيو الشخص الوحيد الذي أنقذها. كان هذا الفتى هو من أعطى التجربة الفاشلة المهملة اسم تيزيكي. فتحت القطة الكبيرة السوداء عينيها ونظرت إلى الفتى. سأل بدهشة: هل هي حقا تيزيكي؟ قالت تيزيكي: إن ستيو استيقظ أخيرا، وتساءلت إذا كان قد نام جيدا. شكر ستيو القطة الكبيرة السوداء. قال إنه بفضلها لم يكن باردا وحصل على راحة جيدة. سألت تيزيكي: كيف يشعر الفتى إذا كان جسده يؤلمه؟ رد ستيو بأنه بخير وليس لديه ألم. تيزيكي تصغر وأصبحت بنفس حجمها السابق. استيقظت القرد البيضاء العظيمة واقتربت من الشاب. سألت تيزيكي الفتى: كم من الوقت حيبقى هنا؟ قال ستيو: إنه يشعر إن المكان آمن هنا الآن. نظر ستيو إلى نيجو وقال إن جروح ظهره تبدو أفضل. أصبح الوضع هادئا جدا لأن وقتا طويلا قد مر. لحسن الحظ لم يكن هناك المزيد من الناس المطاردين للقرد. قال ستيو: وداعا لنيجو أن يعتني بنفسه ويكون حذرا. لم ترغب القرد في مغادرة الفتى وأن تكون وحدها، لذا قامت بطلب منه. كانت تيزيكي متفاجئة جدا. هل يمكن أن يتحدث هذا القرد الأبيض الكبير حقا؟ قال نيجو: إنه أراد أن يذهب مع الرجل ولم يرغب في البقاء هنا وحده. تساءل ستيو: إذا كان القرد مستعدا لمتابعته لكنه سيذهب حيث يوجد الناس. أضاف ستيو أنه لا يهتم. بالطبع، لكن قد يكون ذلك خطرا على القرد. ليس لديه حتى القوة لحماية نيجو إذا احتاج إلى ذلك. قال نيجو إنه إذا لزم الأمر سيحمي الرجل بنفسه لأنه قوي جدا. لاحظ ستيو إنه لم يكن يقصد ذلك على الإطلاق. لاحظ نيجو إنه لم يكن في أحد في الكهف الآن، لكنه لم يحب أن يكون وحده. وافق ستيو وقال إنه حيدعونا لبلدة يعيش فيها الكثير من الناس. يجب على نيجو ألا يغضب أو يخاف عندما يراهم. قرأ ستيو عقل القرد. لم يكن نيجو متأكدا من إنه لن يغضب إذا واجه العدو الذي دمر عائلته. أعرب نيجو عن إنه سيكون غير مبال تجاه الآخرين، حتى أولئك الذين دعوا عليه في اليوم السابق. ابتسم نيجو وقال إنه يحب الرجل ويريد الذهاب في رحلة طويلة معه. حذر ستيو من أن شخصا ما قد يرغب في تدمير القرد مرة أخرى. تساءل نيجو إلى الرجل: في هذه الحالة هل سيكون قادرا على الغضب؟ سألت تيزيكي الرجل: ماذا كان ينوي فعله في النهاية؟ تمسك نيجو بستيو ولم يرغب في الانفصال عنه. وصل ستيو وحيواناته إلى مدينة جالاتيا. كان ستيو يسافر وكان نيجو يرافقه. بدا الأمر غير متوقع وجذاب من الخارج. وجد ستيو ونيجو نفسيهما في الساحة المركزية، حيث كان هناك الكثير من الناس. أبلغ الفتى إنهم وصلوا قبل أن يحل الظلام. لقد مشوا مسافة طويلة. هل كان نيجو متعبا؟ نظر ستيو حوله ولم يرى القطة، ففكر أن تيزيكي قد ذهبت إلى مكان آخر مرة أخرى. اقترب منه حارسان مسلحان في المدينة. سألوه إذا لم يكونش يعرف أن الحيوانات متوسطة الحجم يجب أن تكون على سلسلة. سأل أحد الحراس: هل هو قرد أبيض الشعر؟ هذا حيوان مفترس. قد يكون هذا الفتى في ورطة كبيرة. قال زميل له: إن هذا الفتى ربما جاء من القرية، إنه غير مألوف بالقوانين المحلية. قال الحارس: إنه إذا رأوه بدون سلسلة مرة أخرى فسيتعين عليهم تطبيق القانون. يجب على الفتى أن يتذكر ذلك. أعد ستيو السلسلة. قال نيجو إنه بخير
ويمكن للراجل إنه يضعها، إنه يفهم كل حاجة. قال نيجو إنه بخير. لا يمكن لستيو فعل شيء حيال ذلك. اعتذر ستيو ووضع طوقا على القرد الأبيض. قال الحارس إن ذلك سيكون جيدا. لقد وصلوا للتو إلى العاصمة، لذا ربما لا يعرفون شيئا هنا، لكن الشاب يحتاج إلى المساعدة. اقترح الرجل العسكري على ستيو أن يتصرفوا كأشخاص أذكياء. اعتذر الفتى للقرد لأنه اضطر للمرور بذلك. قال نيجو إن ستيو يشبه والدته كثيرا، كانت أيضا تعتني به كثيرا. قالت القرد إن والدتها كانت تنظر إلى نيجو كل يوم، وغالبا ما قالت آسفة. تساءل نيجو في البداية عما كانت تعتذر عنه، لكن بغض النظر عن عدد المرات التي سأل فيها لم تكن والدته تجيب عليه. أضاف نيجو أنه سمع ذلك كثيرا من والدته، لذا بدأ يفهم ما تعنيه آسف من والدته. كان يعني أنها تقول أنها تحبه. جلس ستيو ونيجو بجانب بعضهما البعض في ساحة المدينة، ونظرا في عين بعضهما البعض في صمت. رفض مكان واحد توظيف ستيو لأنه لما كان هيوظف مع حيوانات أليفة، لما يكون هناك حاجة للموظفين في أماكن أخرى أيضا، لما يكون هناك شواغر متاحة هنا. المتجر الذي يبيع البطيخ لم يقبل ستيو أيضا، قالوا إنه يبدو ضعيفا جدا. بالإضافة إلى ذلك أخبر بطلنا أنه مع مثل هذا المفترس الكبير لا يمكنه بالتأكيد توقع العثور على وظيفة. سأل بائع البطيخ الفتى إذا كان يبحث عن وظيفة لماذا لا ينضم إلى النقابة. أضاف الرجل أن الفتى قد يتمكن من العثور على وظيفة مناسبة هناك. بالتأكيد هناك على الأقل وظيفة واحدة يمكنه القيام بها، إنه نوع من الأماكن حيث يعطونك مهام عليك القيام بها. يعملنا النقابة في وسط المدينة. كانت النقابة التي يرادها الشاب تدعى إغنيس. توجه ستيو نحو وسط المدينة يقود قردا أبيض على سلسلة خلفه. لم يكن من الصعب العثور على إغنيس، كان عندهم لافتة كبيرة وكان الجميع يعرف عنها. كانت باب النقابة مفتوحة ودخل ستيو. تابعته نيجو. قابلت فتاة بطلنا عند عتبة الباب وقالت له مرحبا، هنا في نقابة إغنيس ضمان رضا العملاء لتقديم طلب، تحتاج إلى أخذ رقم من النافذة على اليمين وانتظار الدور. عبر ستيو الفتاة إنه سمع أنهم يقومون بتجنيد الجدد. انتشرت الإثارة على وجه الفتاة عندما اكتشفت أن هناك متطوعا أمامها، ثم يحتاج الفتى للصعود إلى الدرج على الجانب الأيسر وملء طلب. أخذت الفتاة الفضولية المبادرة وسألت إذا كان الشاب يعرف كيفية ملء الوثائق بنفسه. رد ستيو بأنه درس الكتابة بالتأكيد ولم يكن هناك مشكلة بالنسبة له. شكر الفتاة وقال إنه سيتبع الاتجاه المعطى. صعد ستيو ونيجو على درج خشبي كبير وجميل. في الطابق الثاني قابل الشاب مع القرد رجلا، انحنى وسلم عليه. قال ستيو مرحبا وأخبره إنه جديد. اعتقد الرجل إنه يقف أمامه شخص عادي تماما. قال ستيو إنه جاء إلى هنا لأنه سمع إنهم يقومون بتجنيد أعضاء جدد للنقابة، إنه المرشح الذي يرغب في التسجيل. رد الرجل إنهم بحاجة فعلا إلى مجندين جدد، لكن هل يعرف الفتى نوع العمل الذي يقومون به في نقابتهم؟ رد ستيو بأنه سمع أنه مكان حيث يتم تعيين الطلبات ويجب القيام بها. لم يبدو ذلك صعبا. قدم الرجل نفسه وقال إن اسمه هو هوك، وأعطى الفتى بطاقة عمله. هو مدير فرع نقابة إجنيس في غالاتيا. أخذ ستيو بطاقة العمل وقال إن اسمه ستيو. استدار هوك وأخبر الشاب أن يتبعه، سيخبره بكل شيء. قال هوك إنه عادة ما ينظر إلى المؤهلات أولاً ثم يقرر ما إذا كان سيجري مقابلة أم لا، لكن كان هناك الكثير من الطلبات مؤخرة، لذا فهم يعنون من نقص في القوى العاملة. ضحك هوك وأضاف أنه في الوقت الحالي مش يرفض حتى مساعدة قرد. أخذ هوك النموذج وقلما لملئه. سأل مدير الفرع من أين أتى ستيو؟ رد الفتى بأنه من مقاطعة ريفو. سأل هوك إذن هل مقاطعة ريفو هي مسقط رأسي؟ أين تقع تلك المقاطعة؟ حدد ستيو أنها كانت قرية سيلبيا. سجل هوك جميع المعلومات بدقة في النموذج. سأل الرجل عما تخصص فيه ستيو تدريب الحيوانات. رد الفتى شيء من هذا القبيل. نصح هوك بأنه في المستقبل سيكون من الأفضل للشاب ألا يستخدم عبارات مثل شيء من هذا القبيل. أضاف هوك يجب أن يعرف بالضبط مش هو جيد فيه أو لم يتمكن من تحديد العمل الذي يوضحه فيه. رد ستيو بأنه يمكنه قراءة عقول الحيوانات. يمكنك أن تقول إنها تخصصه؟ تساءل هوك إذا كان هناك أشخاص يمتلكون مثل هذه القوة لم يسمع حتى بمثل هذه القدرات من قبل.
تابع ستيو ونيجو مدير الفرع باهتمام: ساحر، وسيط، كيميائي، معالج، كاهن، فارس. هناك العديد من الأشخاص الموهوبين في العالم. هناك من يبرمون عقودا مع الأرواح، أو من يظهرون السحر ويسيطرون عليه. أولئك الذين يستخدمون المعرفة الخاصة يشوفون الجروح وما إلى ذلك. هناك عدد قليل جدا من الأشخاص ذوي هذه القدرات، ومعظمهم يمكن تصنيفه ضمن مجموعة واحدة كبيرة. القدرة التي كان هذا الفتى يحدى عنها قوة جديدة بتتناسب مع أي حاجة. تساءل هوك عن كيفية استخدام قدرة هذا الفتى. بعد كل شيء، هؤلاء ليسوا حتى بشر، بل حيوانات. إنه حقا فريد من نوعه. انتظر ستيو ونيجو بامتثال حكم السيد هوك. قال هوك إنه كان وقحا منه. إذا كان قد علم مسبقا أن الفتى لديه تلك القدرة، لما كان فيه حاجة عابة. باعتبار آخر، إنه شيء لا يزال غير مكتشف. يعتمد ما إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص على الرقم الموجود على الخريطة. كيف ينتهي الأمر يعتمد على آخر بطاقة اللي بدت صحيحة فقط من خلال النظر إلى ظهرها. لماذا لاش نلعبها مرة واحدة فقط؟ قال هوك إن العنوان كان رقم 3 في شاكراود. يجب أن يكون ستيو قادراً على العثور على تاجر هناك. قال هوك إن الرجل تاجر من نقابتهم. لقد كان يبحث بجد عن حيوانات نادرة مؤخرة، لكنه يواجه صعوبة في السيطرة عليها. إذا كانت لدى الفتى تلك القدرة، فقد يكون قادراً على مساعدة ذلك الرجل في مشكلته. أضاف هوك إنه إذا قام ستيو بعمله جيداً، يمكن الحصول على عملات النقابة من التاجر. عملات النقابة هي نوع من التصاريح. يجب على الشاب الحصول على تلك العملات والعودة. أعطى هوك ستيو خريطة المدينة مع تحديد موقع العنوان الذي كان يبحث عنه. غادر ستيو مبنى النقابة وذهب بحثاً عن العنوان الصحيح. لم يكن محلياً، لذا احتاج إلى خريطة. كان الوقت قد أصبح مساءً. كانت السماء صافية. لم تلاحظ أي هطولات. نظر ستيو إلى الخريطة وكرر العنوان مرة أخرى: المنزل الثالث في شاكراود. كان نيجو أول من رصد العنوان الذي يحتاجونه، وأظهر للشاب الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه. شكر ستيو القرد وتبعوه. أظهر المنظر من الأعلى الناس الذين يسيرون عبر المدينة، ورجل مع قرد أبيض الشعر يتبعه على سلسلة. في أحد الأفنية كانت هناك كلاب حراسة على سلاسل. نبحوا بصوت عال عندما رأوا نيجو. نظر الرجل والقرد إلى هذه الكلاب بدهشة. ركع ستيو بجانبهم. أصبحت الكلاب صامتة على الفور، وهزت ذيولها وانخفضت إلى الأرض أمام الفتى. قال ستيو لأحد الكلاب: ألا تكن خائفة، لن يهاجموا، لذا يمكنك أن تهدأ. أخبر الرجل الكلب أنه جاء هنا لمقابلة سيدهم. رد الكلب بأنه فجأة لم يعد خائفا وسأل: من هو الرجل؟ قدم الشاب نفسه وقال إن اسمه هو ستيو. ظهر سيد المنزل على عتبة الباب. نقل ستيو ونيجو نظراتهم نحو الرجل الذي ظهر بجانبهما. قال ستيو إنه جاء هنا بدعوة. جاء من نقابة إجنيس وهو ممثلهم. فكر مالك المنزل وهو ينظر إلى كلابه الشرسة في أن بعض الرجال قد أرسل إليه. يمكنهم ترويض الكلاب المقاتلة التي لا تطيع أحدا. إما أنهم كانوا مجانين تماما، أو أن الرجل لديه حقا قدرة لا يمكن تصديقها. أعلن صاحب المنزل للشاب أن يتبعه، واستدار ودخل المنزل. قاد بطلنا إلى غرفة بها العديد من الأقفاص. اقترب ستيو والرجل من أحد الأقفاص. كان هناك تنين صغير في القفص. سأل الرجل إذا كان يعرف لماذا كان هذا الطفل يسقط كثيرا وهو يدير عينيه ويهتز. قال المالك إن نوع نادر يصعب العثور عليه، وقد دفع الكثير من المال من أجله. كان على ما يرام تماما عندما وصل هنا، لكن الآن أصبح الكائن مجنونا ولن يأكل شيئا عندما يعطى الطعام. شعر ستيو بأن صغير التنين يتذمر من الألم ويتمنى أن يزول أسرع. لم يسمع الرجل بالطبع أيا من ذلك. قال ستيو بدهشة: إنه لا يزال طفلا صغيرا جدا. قال سيد التنين إن الأطفال يجب أن يلعبوا ويجريوا. لماذا يستمر هذا في الاستلقاء وعدم النهوض؟ إذا لم تروض أثناء كونها صغيرة، ستهاجم الناس لاحقا. عندما يعارض الأرستقراطيون بيع الحيوانات القادرة على الهجوم على البشر، لا يوجد خيار آخر. اعتقد الرجل الأصلع ذو النظارات إن الفتى أمامه شخص غير عادي. قال ستيو إن التنين قال إنه في ألم، لكنه لم يوضح ما هو مؤلم بالضبط. فجأة أمسك ستيو صدره، ركع وجلس على الأرض. خاف الملك ونيجو على الفتى. ماذا حدث له؟ سأل الرجل الأصلع. ما كان ألم الفتى؟ رد ستيو أنه ليس ألما له. قال الفتى الذي يمسك صدره إنه ألم التنين.
إنه يشعر به الآن أيضا. تفاجأ سيد التنين. هل مثل هذا الشيء ممكن؟ في هذه الحالة ما كان ألم الفتى. نظر ستيو إلى التنين وقال إن ذكريات هذا الصغير كانت تظهر الآن أمامه. خاف الرجل وسأل: لماذا أغلق الشاب عينيه ولم يتحرك؟ لماذا توقف عن الحديث؟ رد ستيو بأن قلب الصغير يذوب الآن. كان بادي متفاجئا من هذا البيان. قال الرجل: إنه لا يصدق. كيف يمكن أن يذوب قلب؟ هل هناك محتال أمامه؟ سأل الرجل الأصلع. ستيو: إذا كان يأخذ شيئا. رد الفتى بأن هذا التنين ينتمي إلى نوع يعيش في مياه شديدة البرودة. إذا وضعت نشارة أو ترابا جافا عليه فلن يستطيع التنفس وسيموت. كانت الثقة تنمو. سأل بدي ماذا كان يتحدث الشاب عن هراء. بعد كل حاجة التنين هو وحش يعيش في الصحراء. أضاف المالك إن كلمات ممثل النقابة هادي كانت مثل الخيال. أضاف ستيو إن قلب هذا التنين الذي تشكل من قطع التلج كان يذوب الآن. قرر الرجل إن هذا الفتى مجنون. هل يقول إن هناك حيوانات في العالم يجب أن يبقى قلبها باردا دائما؟ قال الرجل الذي حصل على التنين الصغير له إن الشتاء سيكون قريبا، لذا سيفعل بيئة مشابهة للصحراء اللي عاش فيها من قبل. وهكذا حدث إن هذا التنين تم تسكينه في قفص يحتوي على صحراء بدلا من حافة باردة. نظر التنين إلى الرجل باستياء. لم يستطع أن يشرح أنه يحتاج إلى بيئة مختلفة تماما. لم يكن مالك المنزل يتوقع أن تسير الأمور بهذه الطريقة. التقط ستيو مجرفة موجودة في الزاوية. قال الرجل للفتى أن يتعجل. يجب أن يخرج ويأخذ بعض الثلج من هناك. تساءل ستيو: هل يجب عليه حقا أن يفعل ذلك؟ أصبح الملك غاضبا. هل يعتقد الفتى حقا أن رجلا مسنا مثله يجب أن يفعل ذلك؟ مش عملية ثلج الآن، ده يحتاج إلى شاب ليخرج ويأخذ على الأقل بعض الثلج. أمكن جيدا إذا تأخر. أخذ الرجل التنين ونقله إلى حوض سمك بدون ماء أو رمل. أو رفع التنين رأسه، نظر إلى الرجل. كان من الجيد أنه لم يكن هناك رمل تحت قدميه. الآن نظر الرجل إلى التنين وابتسم. كانت لديه أمل في إنقاذ الصغير. عاد الرجل الأصلع ورأى أن الفتى لا يزال واقفا هناك. صرخ الرجل: لماذا لا يزال هنا؟ خرج ستيو. كانت الثلوج تتساقط. عاد الفتى إلى الغرفة مع الثلج الموعود على مجرفته. أشار الرجل بيده إلى حوض السمك الذي سيتم صب الثلج فيه. سأل المالك: لماذا لم يحصل الفتى على المزيد من الثلج؟ يجب أن نتعجل. يجب أن نستمر في جرف الثلج حتى يقول لنا أن نتوقف. خرج ستيو مرة أخرى وجرف الثلج مرة أخرى. كرر ذلك عدة مرات. دخل ستيو الغرفة وصب الثلج في حوض التنين. كانت كومة من الثلج تتكون في الحوض أمام التنين الصغير. أصبح التنين نشطا وارتفع على ساقيه الخلفيتين. درس هذا الثلج. أضاءت عيون صغير التنين بالسعادة. كان تنينا جليديا حقيقيا، والثلج هو عنصره. التنين أساسا مخلوقات نادرة، وتعد التنانين الجليدية نوعا لا يعرف عنه الكثير على الإطلاق لأنها قليلة العدد. أخذ الرجل المجرفة من يد ستيو وقال إن كل حاجة يبدو على ما يرام الآن. أضاف الملك إنه حان الوقت للراحة. أشار الرجل للشاب أن يتبعهم. قاد الملك ستيو إلى الاسطبل. نظر الفتى إلى الحصان وقال إنه لديه شظية في ساقه. في حظيرة أخرى أظهر بطلنا مفترسات برية. قال الفتى إن هذه الحيوانات لديها تنافس قوي على الإقليم، من الأفضل فصلها. نظر الرجل إلى ستيو وفكر إن هذا الفتى لديه حقا قدرات بارزة كعلامة على امتنانه لعمله. أعطى الملك الشاب كيسا من المال وأخبره أن يحاول عدم فقدانه. نظر نيجو إلى ستيو بدهشة. هل حصل الفتى حقا على المال؟ أثناء مغادرته هذا المنزل سمع ستيو أصوات الحيوانات تطلب منه العودة وتتمنى له رحلة موفقة. فكر الشاب أنه الآن أصبح قادرا على سماع الحيوانات بشكل أفضل من قبل. سأل القرد الأبيض إذا كان ستيو متعبا. رد ستيو بأنه لا بأس بذلك. الآن كانوا بحاجة للعودة في أسرع وقت ممكن. سيريح فيما بعد. كان الرجل والقرد ذو الشعر الطويل الأبيض على سلسلة يتجولان في المدينة مرة أخرى. لم يدرك ستيو ما يحدث له الآن. بالتأكيد ستسمع أذنه هذه الأشياء الغريبة طوال الوقت. توقف ستيو ونزل على ركبتيه. كان نيجو خائفا على الفتى وسأل إذا كان بخير. ربما كان يشعر بالبرد. ظهرت قطة صديقه تيزيكي بالقرب من الشاب. اقتربت من الفتى. تساءلت تيزيكي عما يجري مع الرجل. لم يبدو أنه مريض. قالت تيزيكي لستيو: أنهيهم بسرعة.
قد يمرض إذا جلس في البرد لفترة طويلة. قام الفتى بمداعبة صديقه المفضل. لم تعارض القطة كما هو الحال دائما. كانت هذه العلاقة الودية قائمة بينهما لفترة طويلة، منذ اليوم الأول الذي التقيا فيه. شكر ستيو تزيكي؟ سألت القطة. على ماذا؟ قال الفتى إنه يشكرها على عدم تجنبها له. سألت تزيكي بدهشة. لماذا يجب أن تتجنبه؟ قال ستيو إنه يعلم أن تزيكي تكره أن تلمس. ردت تزيكي أن ذلك صحيح، تكره الأيدي البشرية أكثر من أي شيء آخر في العالم. سمع ستيو تلك الكلمات وسحب يده بعيدا عن رأس القطة. قالت تزيكي إن ستيو مزعج حقا، ومع ذلك قالت إنه مختلف عن الآخرين. أضافت تزيكي إن ستيو يمكنه فعل ما يريد ولن تتجنبه. استدار نيجو إلى الفتى وقال له إنهم كانوا قريبين من المنزل، حيث قد كانوا في وقت السابق. أخرج السيد هوك عملتين من الكيس. كان ذلك مفاجئا حتى. أعتقد مدير الفرع أن ذلك الرجل الدقيق لم يعطي عملة واحدة، بل عملتين كاملتين. رحب هوك بالشاب وقال إنه أصبح عضوا في نقابة إغنيس من الآن. فصاعدا قال هوك إنه سيعطي الفتى شارة زي تشير إلى إنه ممثل النقابة. من الإلزام ارتداء الزي عند أداء الواجبات العملية. رد ستيو بأنه يوافق. استدار هوك وركض بعيدا. أخبر الفتى أن ينتظره، سيجيب له. عندما عاد أعطى مدير الفرع الشاب ملابسه وأخبره أن في الطابق الثالث من المبنى كان هناك سكن مع جميع وسائل الراحة لموظفي النقابة. لم تكن الظروف هي الأفضل، لكن إذا كنت بحاجة إلى مكان للإقامة يمكنك استخدامه. قال هوك إن الحيوانات الأليفة مسموح بها، لذا لا داعي للقلق بشأن ذلك. في صباح الغد يجب أن نذهب إلى قسم العلاقات مع الموظفين مرة أخرى. قال هوك إنه في تلك اللحظة كان الفتى حراً ويمكنه الحصول على قسط جيد من الراحة. صعد ستيو إلى الطابق الثالث ودخل السكن. كان هناك أسرة بطابقين في السكن. استحم ستيو ونيجو وغسل نفسيهما جيداً. حاول الفتى ارتداء البدلة الجديدة التي حصل عليها من السيد هوك. بدت البدلة جيدة عليه. كان يعتقد أن الزي يبدو رائعاً. نظر ستيو في المرآة وقرر أنه سيبدو هكذا إلى الأبد. كان هناك شخص مختلف تماماً يقف أمامه في المرآة. سأل ستيو القرد: هل يبدو غريباً؟ قال نيجو مبتسماً: إن الرجل يبدو رائعاً. دون أن يتعرى ذهب ستيو إلى السرير في هذا الزي. كانت السرير بيضاء ونظيفة. اعتقد ستيو أنه في أوقات كهذه كان دائما يفكر في الماضي. تذكر العالية الباردة عندما كان ينظر من النافذة ملفوفا في بطانيته. كان الوضع مختلفا الآن. غرفة دافئة وسرير نظيف. استلقى ستيو على جانبه وسأل: إذا كان نيجو نائما؟ كان نيجو مستيقظا. كان مستلقيا على ظهري مع ذراعيه متقاطعتين على صدري. كان عندي أيضا سرير نظيف. تساءل ستيو: إذا كان نيجو يندم على متابعته؟ تاه سلسلة حول عنقه وحرية مقيدة، غالبا ما يجذب أنظار الناس. أضاف ستيو أن الأمور قد تصبح أكثر صعوبة في المستقبل. استمر القرد في التمدد بصمت. أعتقد ستيو كما افترض أن نيجو كان بالتأكيد آسفا. يجب أن نتركه غدا في الجبل. رد نيجو بأنه سعيد إذا كان بإمكاني متابعة ستيو، إنه ليس وحده، لذلك فهو هادئ. أضاف نيجو أنه بدلا من كره شخص ما يمكنه العيش من خلال منح شخص ما حبه. شكر ستيو القرد واستدار على جنبه الآخر ونام بسلام. نام نيجو أيضا مستلقيا في نفس الوضع. كان دافئا ومريحا وآمنا. تذكر ستيو الوقت الذي كان قد انكمش فيه في العلية مع قاموس مهترئ ورثه من أخيه الأكبر. كان قراءة ذلك القاموس وحده قد علمته اللغة، لكنه لم يستطع فهم جميع الكلمات. ربما يعرف كلمة واحد الآن، وتلك الكلمة هي اتصال. لقد نظف بطلنا نفسه من أجل الصباح، وكان يبدو رائعا في زيه الجديد. عند النزول إلى المكتب مع القرد صنع انطباعا. قال السيد هوكس إن هذا الفتى لا يمكن التعرف عليه الآن. تناسبه البدلة حقا؟ سألت الفتاة التي تحمل الوثائق المدير من هو. هل هو جديد؟ قدم المدير الشاب. كانت روزالي مساعدته. تعرفت روزالي على ستيو كموظف جديد عنده. أضاف هوك أن هذا كان عضوا جديدا في النقابة الذي سيعمل معهم بدءا من الآن، ومع ذلك لا يعمل الجديد في قسمهم. كما نعلم بيساعد قسم السحر أو قسم المقاتلين. دهشت روزالي لأن المدير قد قال مؤخرا إن الجديد لديه قدرات. لماذا لن يعمل في قسم السحر؟ قال السيد هوكس إن لدى هذا الفتى قدرة مختلفة قليلا، لم يتم تحديده في أي مكان بعد، لذا سيتعين علينا الانتظار قليلا.
من المحتمل أن يتم حل الأمر في غضون يوم. كان المدير لطيفا بما يكفي ليعرض على الشاب بعض الحلوى. أضاف هوكس مبتسما أنه ليس الكثير من الناس يعرفون، لكن الحلوى الأكثر لذة هي في الواقع بنكهة البصل. بينما كانت روزالي تراقب المدير، قالت إن الأمر بدأ مرة أخرى. قالت الفتاة لستيو أنه يتجاهله، إنه دائما هكذا. ما يستطيع ستيو أن يقول له قبل حلوى بنكهة البصل. قال رئيس القسم مبتسما مرة أخرى إنه لديه شعور جيد جدا، سيصبح هذا الفتى كنزا لنقابتهم. بعد تذوق هذه الحلوى، اعتقد ستيو أنها كانت أكثر إزعاجا من كونها لذيذة. قال المدير إنه لم يعرف أين يضع الشاب بعد، لذا سيساعد في ذلك القسم لفترة من الوقت. قالت روزالي للفتى أن يمر من خلال الباب الأول. فعل ستيو كما قيل له. دخل ستيو المكتب ورأى العديد من الوثائق الأمبايلد حوله. سألت روزالي الفتى إذا كان قد رأى عروة مطاطية سوداء بالصدفة. لقد بحثت في كل مكان عنها، لكنها لم تتمكن من العثور عليها. رد ستيو بصدق أنه لم يرها. قالت الفتاة إن هذه العروة كانت مطلوبة الآن. سألت روزالي الفتى إذا لم يكن لديه عمل الآن للخروج وشراء عروة مطاطية سوداء جديدة لا يمكن الاستغناء عنها. قالت روزالي لستيو أنك يتبعها، ستعطيه ختم النقابة، سيتعين عليه فقط ختم الشيك، إنه العروة المطاطية السوداء المطلوبة، لذا يجب أن يكون حذراً. سيكون كافياً إذا اشترى مجموعة واحدة. أضافت الفتاة إنه إذا كان هناك ريشة يونيكورن معروضة للبيع يجب عليك شرائها أيضاً. الإجمالي 4 عرى مطاطية وريشة يونيكورن. خرج ستيو مرة أخرى. قال أحد المارة إن متجراً للحرف اليدوية به مثل هذه الأشياء. يمكن العثور على متجر الحرف اليدوية في ساحة التسوق. شكر ستيو الرجل على المعلومات التي تلقيها. وصل بطلنا ورفيقه الفروي إلى المتجر المناسب. دخلوا. رفع ستيو رأسه لأعلى. كانت هناك فتاة على سلم كبير في الطابق الثاني. كانت تفعل شيئاً. كانت مشغولة بي بشغف. سمعت الفتاة طرقاً على الباب، وأدركت أن شخصاً ما قد دخل. أعلنت إنها مشغولة جداً الآن. فرح البائع وصاح إنها وجدتها. كانت تحمل الكرة الكريستالية في يديها، وعرفت أين تجدها. نظرت الفتاة من السلم ورأت إن الزبون لا يزال لم يغادر. كان شاباً. لم تستطع الفتاة أن تساعد، ولكن لاحظت مخلوقاً كبيراً فراوياً بجانب الفتى. كان المخلوق على سلسلة. حدثت نوبة من الذعر. أغلقت الفتاة عينيها وصاحت بصوت عال أن هناك وحشاً هنا. تميل السلم. بالطبع لم تستطع الفتاة التمسك وسقطت من السلم. كان الشاب رشيقاً ومنع السقوط في الوقت المناسب، مظهراً ردود فعل مدربة مثل مقاتل مدرب في جاد اوف هاي سكول. هبطت الفتاة ذات الشعر الوردي مباشرة في ذراعيه. تم إنقاذها من السقوط على الأرض الصلبة. نظر الشباب إلى بعضهم البعض، وشكرت الفتاة منقذها بصدق. قال ستيو إنه ليس وحشاً بجانبه، لا حاجة للخوف من هذا الحيوان. قال الفتى إن اسم الحيوان هو نيجو، إنه قرد سنجابي. أحمر وجه الفتاة بشدة من الإحراج، سواء من كونها في ذراع شاب أو من إنها أخطأت القرد بالوحش. اعتذرت وقالت إنها كانت خائفة قليلا من الحيوان، واتضح إنه حيوان أليف للعميل. قال ستيو إنه ليس حيوانا أليفا، إنه نيجو. هذا ما يجب عليك مناداته.